مباشرة إلى موفد الإخبارية جلال إبراهيم المتواجد في حما. أول شيء مساء الخير جلال. مساء النور، عودة إليك ولكل ضيوفك. أهلا وسهلا فيك جلال، الحمد لله على سلامتك. بداية يعني مثل ما بنعرف مدينة حما من المدن التي تعرضت للتضليل الإعلامي، وكانت الوجهة الثانية لهم بعد حلب من خلال الأخبار المغرضة وما إلى ذلك. أنت على أرض الواقع وصلت إلى حما منذ يومين تقريبا، ما هي الصورة الحقيقية على أرض الواقع لو تعلمنا لو سمحت؟ نعم، هلا بشكل عام سلمى، موضوع التضليل الإعلامي ليس بجديد، يعني الإعلام هو أحد الأسلحة التي استخدمتها اليوم استخدمها أعداء سوريا ضد الشعب السوري. منذ بداية الأزمة جميعنا عشنا هاي الحالات وحسينا بالخسائر اللي وقعنا فيها نتيجة موضوع التضليل الإعلامي. مع ذلك يعني مرينا بهذه التجربة جميعا، وعلى مدى سنوات يعني توصل المرحلة لدرجة انه ممكن احيانا نسمع عن مقاتل استشهد او طالب جامعي استشهد، ان كان بحلب او باللاذقية او بإدلب، او ونرجع بعد يومين ثلاثة يطلع ما انه مستشهد. يعني اليوم ممكن يحطوا لك خبر على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن ما قال لك هي الاخبار يعني خلال سنوات الازمة على سوريا الاولى وهي الحرب الارهابية عشناها جميعا، انه اليوم ممكن يقولوا لك كثير من الناس استشهد او قتل، وبعد يومين ثلاثة او بعد ساعتين ثلاثة بيطلع انه لا هو لسه ما مات او ما استشهد الى. فلذلك هذا الموضوع اللي مؤثر بصراحة، انه رجعنا كمان اليوم بهي المرحلة بعد ما تقريبا يعني انتهينا من معارك كبيرة، وطبعا ما زالت هناك معارك قائمة حتى الان. حتى الان عم يسقط البعض بفخ التضليل الإعلامي. هذا الكلام يعني لو بدنا نحكي كلمتين يعني ما بدهم اختصاصيين اكثر، يعني هذا الموضوع يجب ان يدرس اليوم في المناهج في الجامعات للطلاب الشباب الصغار، انه وخاصه بعد تجاربنا نحن السوريين بسوريا وكيف اثرت فينا الازمه. يعني الكل بيتذكر الاستديوهات كمثال اللي كانوا يعملوها بدايه الازمه، ويقولوا والله وصلوا الارهابيين على ساحه الامويين. استديوهات كانت تصنع وتصور ليقولوا لك انه الارهابيين صاروا في مدينة دمشق وغيرها. من يومين عملوا نفس الإشاعة، يعني كانوا نعم. أنه هناك إطلاق نار في وسط العاصمة، وكانوا مراسلين على الهواء صحيح. مباشرة يعني. صحيح، وكنت متواجد بدمشق في منذ عدة أيام، وكنت يعني تابعنا ونزل زملائنا من الإخبارية على شوارع دمشق، على مزة وغير مناطق مختلفة أيضا وشارع الثورة لننقل هذه الصورة. طبعا هون كمان الإعلام يجب أن يكون له دور، ولكن ما أريد أن أوضحه في هذه الدقائق، اليوم نحن سقطنا مرة أخرى، وقعنا في هذا الفخ الإعلامي. هناك أسباب مختلفة، منها السبب الأول أنه يعني الأعداء يملكون الأدوات والإمكانات لتوجيه هذا الإعلام من جهة، ونحن لا نملك حتى الآن ربما يعني الانتباه والتقيد. أصبح اليوم الكل يعلم جهاز الموبايل هو جزء من كل شخص فينا، والأغلبية تستخدم هذا الموبايل بطريقة يعني دعنا نقول عشوائية أو غير منظمة أو غير مرتبة. ما أريد أن أصل إليه ما حصل في حلب منذ يعني عدة أيام الأسبوع الماضي، يعني ما حصل في حلب. هناك من يقول لك بأنه يعني ما حصل في حلب سقطت حلب بسبب هذه الإشاعات. يعني أحد الصحفيين في أحد المقالات قرأت له أنه يعني دور من سقوط حلب كان موضوع الإعلام. يعني اصبح انت بشارع او بالشارع الثاني عم يقولوا لك انه والله بالمحل الفلاني صار في هيك وصار في ارهابيين وصار في مسلحين، ولكن يعني ما اجيتي تحققي من الخبر. اليوم كلياتنا عم نسمع وبدون ما نشوف اي كلمه تقال لك. يعني على سبيل المثال ربما يجي حدا يقول لك اليوم الليمون كلياتنا نعرفه مفيد مشان مرض معين، بس يقول لك والله انا جربته بمرض اخر. يعني الليمون بيروح كمثال التهابات الجلديه نفترض. نعم. فمجرد ما حكى هذا الكلام العالم عم تصدق. بدي اوصل من حلب لاوصل على حما اليوم. كمان حما هذه المدينه الجميله، المدينه الرائعه، المدينه يعني انا ربما يعني زاير حما مرتين في منذ يعني 20 عام، ولكن لما زرت هذه المدينه الرائعه الجميله، هذه المدينه التي يعني الاهل المدينه لحالهم يحكى عن كل واحد فيهم قصه بصراحه. كل احد في حما يعني ممكن تحكي عنه قصه بالطيبه وبالمحبه وبالوطنيه، وشعب رائع جدا.
جئنا على هذه المدينة، وصلنا، كانت طبعا هناك تفتق شائعات منذ تقريبا أيضا أسبوع، شائعات تقول بأن هؤلاء الإرهابيين المسلحين وصلوا إلى داخل مدينة حما، وهذا في الحقيقة ما لم يحصل. وخلال تواجدنا نحن في مدينة حما، فريق الإخبارية السورية إضافة إلى فرق أخرى من الإعلام الوطني، ركزنا على هذا الموضوع. يعني ونحن عم نصور بالشارع، يجتمع الشباب وبعد ما نخلص تصوير انه ديروا بالكم، لا في دور اصبح. اليوم احد المهندسين اللي تعرفنا عليهم في احد اللقاءات قال لي انه نحن يجب ان عندما نقرأ هذا الخبر لا نكتفي، حتى لو علمنا بانه خبر غير حقيقي يجب ان لا نكتفي بذلك. ما انتهت المهمة هون، المهمة الاكثر انه لا، يجب ان ننشر بانه هذا الاعلان اعلان كاذب مثلا. فتصوري لو كل حدا يوصلوا هيك انه انا جنب بيتي صار كمثال اطلاق نار وفي ارهابيين، ولكن انا فتحت الباب اطلعت ما لقيت حدا، ما انتهت القصه هون. يجب ان اعود واقول بان هذا الخبر هو خبر كاذب. لو تصرف كل منا بهي الطريقه فاكيد رح نحمي نفسنا ونحمي بلدنا. اكيد، وهذا جزء من اللي كنا نتحدث عنه يعني مع ضيوفي الكرام، وهو اللي تحدث عنه الاستاذ فراس، بانه كلنا اليوم امام مشروع يجب ان نتشارك به كل في مهامه اليوم لبناء شبكه كبيره من المعلومات الموثقه في وجه صحيح. الاعلام المضلل بكل وسائله، سواء الماكينات الاعلاميه في القنوات الاعلاميه المغرضه او سواء في السوشيال ميديا. يعني صحيح. بنقدر نعرف منك جلال قبل ما نختم انه الوضع بحماة الان جيد؟ هل في شيء سريعا بتحب تضيفه على الموضوع؟ وصلت إلى هذه النقطة، ولكن تعقيبا على ما تحدثت به، فعلا نحن بحاجة إلى مصادر موثوقة دائما. نعم. نحصل منها موثوقة تكون معروفة للجميع. لما نقول مثلا التلفزيون السوري أو لما نقول أي قناة أخرى أنه هذا خلاص موثوق. أعود إلى موضوع حما. اليوم أنا كنت يعني في حما، ذهبت طبعا إلى ريف حما الشرقي، يعني كان عندنا جولة اضطرارية لنشوف الأمور هناك. عدنا بحوالي الساعة 2 ربما أو 4 تقريبا، يعني كنا موجودين في مدينة حما، وأرسلت تقرير. أنا أرسلت رسالة مباشرة عبر الهواء لمدة 5 دقائق ربما أو 4 دقائق، كنت موجود بها في يعني تقريبا في ريف بداية أرياف حما. هلا منذ قليل، يعني من تقريبا منذ ساعة، هناك رسالة سأرسلها اليوم، يعني مدة هذه الرسالة ربما شيء 7-8 دقائق، ولكن هي منذ ساعة. هذه الرسالة أنا موجود فيها في منطقة تسمى حي المحافظ، شارع مطل على كل مدينة حما. هذه الرسالة من خلالها يعني تظهر بأن كل مدينة حما الحمد لله آمنة. كان في هناك لقاء أيضا أجراه الزميل محي الدين مع السيد محافظ حما بحدود الساعة ربما 4، كان هذا اللقاء قبل بعد. وهذا اللقاء تم في ساحة العاصمة، وكنت متواجد أنا إلى جانب الزملاء. أكيد، يعطيكم العافية جلال. حتى الآن الأمور إن شاء الله بخير. همة الجيش موجودة، ودائما برجع أقول لك أصبحت كما قلت اليوم أصبحت يعني حما إن شاء الله محصنة بإذن الله. الجيش شكرا لك جلال، وأكيد رح نتابع خلال نشراتنا وتغطياتنا المستمرة كل ما تقومون بإرساله أنت والزملاء. تحية لمحي الدين فهد وأيضا لأسامة ديوب الذي كان متواجد أيضا في حما منذ أيام لنقل الوقائع من ساحة حما الرئيسية. شكرا لك جلال.